من سابع المستحيلات نتخلى عليه حتى نموت. الطيحة تاعو بدلت لنا كاع حياتنا، ما كناش متوقعينها. انا نحاول دائما نطلع له المعنويات تاعو. الحمد لله يا رب. واحد كيطيح في واحد. السلام عليكم. مرأة جزائرية ب100 رجل بأتم معنى الكلمة، تشرف كل نساء، فخر لكل أنثى، كرست كل حياتها لاعتناء بزوجها المريض. فيديو مسني شخصيا أثر فيا، فيديو عن الأمل. الحياة لا تتوقف مع الحزن. لا بنت حلال واقفة معايا في المرض، ندعي لها وندعي لوالديا في الصلاة. والله العظيم لها الجنة هذه الزوجة لما تقوم به، وهذا الحمل الثقيل، وأنها خافت الله في هذا الزوج المريض. لها الجنة. كي كنا مخطوبين طاح ديك الطيحة اللي مفتح من يده وخيطوه، ثم بدات ذيك الرعشة. الطبيب تاع ابتلاء من رب العالمين لهذا الزوج المسكين وهذه العائلة. السقوط يسبب له مرض الارتعاش اللي هو مرض عصبي يصبح الانسان غير قادر على التحكم في جسمه. وقوف الزوج هذا هو كان الفاصل ان شاء الله لتجاوز المحنة الصعبة. صاب قال له حكمك مرض باركنسون من هذيك الطيحة. هذا المرض يحكم بزاف الناس كبار، 50 60 سنة. أنا كان في عمري 31 سنة. جات لنا صدمة كينة في ذاك مرض الباركنسون اللي نورمالمون ما يصيبش الا فوق 50، يصيب هذا الزوج المسكين اللي مازال في مقتبل العمر. وهذه الزوجة بضحكتها بتفاؤلها واقفة ب1000 رجل هنا الجزائر. بدات الحالة تاعو تسوء بعد ال5 سنين الأولى، قايمة به بدواء بحوايجو بغسيلو اللي نطيق عليها راني نديرها. بكل صراحة رؤية حالة الزوج هذا مؤلمة جدا جدا جدا، وتأثر في أي إنسان عنده قلب، أي إنسان عنده مشاعر. هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يفرج عليه. نحاول نوفر جو مليح يقراو ولادي فيه، ما نحسسهمش بلي باباهم مريض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت اللي تفرج في الفيديو هذا، اركع لربك واسجد واحمده على نعمة الصحة التي أعطاها لك. العملية هذه كلف بزاف، وهنا ما كتبليش ربي نبرا. كل واحد يحمد ربي. ان شاء الله يدير العملية تاعو ويولي بخير ويبرا، يولي لحياته كيما كان، يولي يخرج يدخل. العملية مكلفة جدا، والعائلة فقيرة ليس لها إلا الله الرحمن الرحيم. نداء لكل من في قلبه رحمة، الشعب الجزائري، هذه أختكم هذا أخوكم، ساعدوهم لله. يلعب مع أولاده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم أنت الرحمن الرحيم. تاعي حبيتها وحبتني، كانت تقرا في الجامعة، حبستها على جالي، ضحات بقرايتها على جالي. تزوجنا في 2013، كنا نخرج وكان لاباس عليه. كان والله وجع لي قلبي الفيديو هذا، وألمني ألمني ألمني بصراحة. مشاهد عفصونا قلوبنا يا أخي. فيديو
رهيب. متهلي فينا ويبغيني، ومام دركا كي راه مريض حنين علينا وعلى ولادو، هو ولادو يبغيهم يلعب معاهم، يبغوه متعلقين بباباهم. لأول مرة بديت نخدم فيديوهات على اليوتيوب، لا أجد الكلمات باش نعلق على الفيديو، عجزت عن الكلام، أستطيع أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موفر لنا كلش، يخدم علينا، يخدم بعرقة جبينه، اللي يصورها يجيبها لنا لينا والولاد. هل رأيتم في حياتكم زوجة بهذا الوفاء، بهذا الحب لزوجها، بهذا الصبر؟ والله لها الجنة، والله لها الجنة. واقفة معايا اسمها هي السنة تاعي، سيرتو في الخمس سنين التالية هذه وين المرض زاد عليا بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه ليست قصة خيالية من أحد الأفلام المفبركة، هذه قصة حقيقية في الواقع. صعيبة صح نشوفوا هكا. إذا كان الإنسان اللي يتفرج في الفيديو ألمه مشهد هذا الزوج المريض، فما بالك بالزوجة اللي عايشة معاه وترى ألمه في كل ثانية وفي كل لحظة. وصحته على قده، دائما مقلقة عليه، صح ما درناش باللي الإصابة تاعو تتطور وتولي مرض هكا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رؤية الزوج هذا يتألم بصراحة تبكي الحجر. قدامه ما نبكيش، ما نبينلوش، بصح كي نشوفوا الحالة تاعو هكاك ماشي غير نبكي برك، يذوب مسكين هو قدامنا وحنا ماشي قادرين نديروا له والو. جي عجوز تتعاون قدامه ما نبكيش، هاكا قالت الزوجة، ما تحبش توري دموعها وألمها وتزيد تكمل على الزوج هذا اللي مسكين يعاني في كل ثانية. كان هذا فيديو اليوم بصراحة مؤلم، لكن فيه رسالة إنسانية. يلا إلى اللقاء.